طبعا عندنا خطار توهم طلعوا ريحتها جقاير. اللي ما يحب الجقاير راح يضوج من ريحتها. فوضى لانه عندنا خطار. لازم هسه شو نسوي؟ على قولة اخواننا المصريين نروق المكان قبل ما يجون النوب. تدرون انتو عطلة والاقسام الداخلية كالمعتاد بالعطلة يهمنا فخطية يعني هم مقرهم الاستقبال. شلون مرتبين؟ شو لامين هنا هم لامين هنا ما ومصفين يجون يصفطون. يلمون المكان ومن يجون يقعدون كل من يعرف مكان. احنا شو نسوي هسه؟ نرتب لهم المكان الاستقبال ونعزلها ونعطرها ونسدها حتى لما يجون يعرفون هم شنو. احنا ما عندنا بس انا والبنات وعلي وعبد الله. عبد الله بشغله علي وياهم طلعوا. فمن يرجعون حتى المكان يكون نظيف مرتب ويلا ليتس جو. وشلون بنكة وفراوي شلون يقعدون برا بالطرمة. الطرمة بالليل باردة. حاليا اجواءنا غربية صدق احنا بالغربية. اي اجواءنا غربية يعني بارد بالليل وبالنهار دافي. ويلا نبتدي بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا حبايب قلبي يا رب كلكم تكونون بخير وصحة وعافية. طبعا هنا كانت النفسية عندي صفر. طبعا ما لي طاقة ما لي قابلية لأي شيء لأي شغلة. فأنا من يصير عندي هيك شيء شنو أسوي؟ أروح مباشرة للشغل أغير مودي 190 درجة. ليش؟ لأنه لما أشتغل أبتدي استغفار صلاة على النبي وتسبيح طول فترة أني أنظف. طبعا ما أخذ من عندي وقت. أخذت من عندي تقريبا خلينا نقول يمكن نص ساعة. إنه أني أرتب هاي اللي شفتوه أخذ مني وقت نص ساعة. تمام. كل شيء بالدنيا إله قانون. وكل إنسان من عندنا عنده قانون يمشي عليه. أنا قانوني بالحياة المواقف اللي أمر بيها ما تاخذ من عندي بالكثير يوم. زين. فما أعرف رغم اليوم إنه أنا ما عندي أي شيء بس قعدت تسمعون بالعافية أكو شيء طابق على نفسي. فمن أشوف نفسي هيك نفسيتي تعبانة غيرها أختفي بالشغل. يعني حتى إذا بناتي موجودات عايشات وياي بس أنا شنو أنا أختفي عنهم حتى ما أزعجهم ما أضوجهم بكآبتي أو شلون خلينا نقول. لأنه الأم دائما بوجهها يبين. فكل شوي يسألون شبيك ماما شبيك ماما بيك. فحتى أخلص شغل لهم راح أروح أصور. دير بالكم تجون كاميرا قدام الباب. أنا قصدا أسوي هيجي على مود ما يزعجوني أولا وثانيا حتى أني سامعين بهذا يقول لي أصفن وهي نفسي هي هاي. فأنا هنا قضيت الوقت كله بالاستغفار صلاة على النبي. وانتو همينا بنات شغل البيت طاقة إيجابية إلنا. نظافة المكان طاقة إيجابية إلنا. حتى وإحنا نشتغل نكسب طاقة إيجابية. ليش؟ لأنه للي يلتهي بالشغل ويستغفر ويصلي على النبي راح يكسب طاقة الجسم والنفس. سبحانك يا ربي. بس خلصت حسيت انه اكو شي بداخلي طلع راح اتبخر. فهنا أنا لميت الفراش. انا ما اريد اشيله. اقول خاف الولد يرجعون ما اعرف. اذا شفناهم ما رجعوا نشيل الفراش بعد مرة. اذا رجعوا فالفراش موجود يمهم. هنا أنا اول ما شغلت المبخرة قمت اعاطس. ايش سويت؟ طفيتها. قلت لما اخلص عود اشغلها لان انا اللي يعرفني انه انا عندي تحسس من كل العطور من اي نوع من العطور. وانا هنا أنا حطيت بخور والعطر مالته هم بخور. يعني العطر مالته كلش طيب. هذا اشتمه من اروح الاربيل بالفنادق. فاجيبه من اربيل. ايش قد اخذ منه ابدا ما اكو عطور نفس اللي اجيبهم من اربيل. فهذا خلتها للمبخره مالتي. سبحان الله ما اجيب مبخره الا كم يوم الطق. بس اللي جبتها من اربيل ظلت عندي 3 سنين. فهسه ان شاء الله يمتى ما اروح الاربيل اجيب مبخره من هناك اذا الله خلانا ذاك الوقت. لانه بصراحة المبخرة اللي عندي اخذتها هذاك اليوم طقت. وقبلها هم جبت وحدة طقت. وقبلها هم جبت وحدة هم طقت. طبعا هذاك اليوم هاي الاخيرة طقت بوجه دالية. والله حتى ما طولت هواية. ليش طقت ما ادري.
الأولية كلش نوعيتها زينة، بس أعتقد بناتي دا يحطون عطر مال عطر مال جسم، فهو هذا اللي يخرب المبخرة. المبخرة إلها عطورها الخاصة بيها، وهواية من البنات من أشتغل بها يقولوا شيماء شنو تحطي لها؟ عطور مال بيت سائل زيتي. أنا أحط لها العطر الخاص بيها، بس البنات يحطون عطر ثاني، فهذا العطر هو بصراحة أحسه هو اللي يخربها. مو مشكلة. أبو علي دائما يقول الحاجة اللي تخرب وتروح هاي خلص يومها أجلها إجا وها هي راحت. ينكسر شي يخرب شي يقول هذا أجله خلص وراح. فهسه شفتوا صار هواي بنظفه وياكم الاستقبال، واكو هواي بنات يقولون شي ما صورينا الطابق الفوق. الطابق الفوق مو انا انظفه، قبل كنت انظفه قبل سنتين كنت انا انظفه، انا عزله انا اسوي. بعدين هسه البنات صاروا هم ينظفون، وابدا انا ما فد يوم مصوره غرفه البنات انظفها، لان نهائيا ما انظفها اني نهائي. الغرفه مالتهم هم ينظفوها، بينما الصاله اللي هي تربط بين الغرف واللي بيها المونه وبيها الغراض وبيها كل شيء، هاي لو اني اصعد انا ورؤى، لو داليا ورؤى ينظفوها، انا اذا اصعد انا بس مجرد اراقب. هنا نظفت القنفات، نفضت لي اول شي بالخاولي، طلعت اكو طاقة بداخلي مزعجتني، طلعتها بالقنفة. يعني تدرون هاي الحركة من نقوم هيك نطب طاب طاب طاب. يمكن اذا اقول لكم انه انا عرقت، انا لابسة شتائي اول ما بلشت اشتغل، انا لابسة شتائي بردانة. بعدين بس شوية خلصت شغل هاي رحت قعدت بالغرفة، يقولوا لي البنات ايش بيك؟ اقول لهم فاحطة فحطت ما ادري ايش بيها، وانا اساسا كانت يعني ما انه ما عندي مهجة لكل شيء، وانا من اسوي رجيم بنات يصير عندي هبوط بالسكر، يعني السكر عندي كلش ينزل. ف خفت اخابر على علي على مود ابو علي ما يقول لي نزل سكرش من ورا الرجيم، من ورا دا يشوفون انه انتو انا مبين علي جسمي الحمد لله دا ينزل، دا يتجاوب ويا الرجيم اللي دا اسويه الحمد لله. ما مانع نفسي من اي شيء، بس مجرد انه اكو اشياء دا اسويهن ويا وهو مو رجيم اللي ببالكم، بس على العموم اكو تغيير بطبيعة اكلي، كل شيء باكلي غيرته زين. واكو شغلة اشربها قبل ما اتريق. هسه صرت اخذ حباية الغدة الفجر، ويا اذان الفجر اصلي اخذ حباية الغدة وانام هيجي، لان حباية الغدة دائما يقولون تجوعنا. انا شنو اني اخذها وارجع انام، لبين ما اقعد احس يعني ماكو رايحة الحباية، فاخذ المكمل الغذائي اللي هو يسد شهيتي، وبعدها اتريق. مو اتريق، هو اريق هو غدا، يعني اساسا ما اتريق. انا من الناس اللي اذا اكل ريوق معناها معدتي ظل توجعني 3 ايام 4 ايام، حتى اذا جوعانه اجوع وارجع اكل هم تبقى توجعني، الا اخذ علاج وبعدها حتى تستعدل. فاني ليش اعرض نفسي لهاي الشغله؟ لا، اترك الريوق وخلاص. والله العظيم بنات الريوق يسمن، اللي يقول لك ما يصير غلط غيره، ابدا ماكو هيك شيء. حتى اذا انت تي تعوضينه اكلي ريوق اللي هو بعد الساعة 1، اكلي هو ريوق وهو غداء، اكلي بيض سلق، اخذي فيتامين سي او الدي 3، يعني اخذ الدي 3 فيتامين سي. اذا حابه وراها تاخذين مثلا عصير برتقال او شيء، انا ما اخذه، انا اخذ الدي 3. ودي 3 دا اخذه حاليا كل اسبوع مره، واذا عندي حبوب اخذه بعد الريوق، لانه اي علاج للفيتامينات يراد له قانون. هسه الدي 3 ما يشتغل الا بشي دسم، لازم وياه دسم على مود تصعديه. فتاكلين مثلا بيض هو والصفار مالته سلق، فالصفار هو المادة الدسمة اللي تشغل الدي 3. خوش، اذا ما اكلتي بيض اكليش خاشوقة مال اكل زيت جوز الهند. هسه تقولون شلون شيماء وهاي بنات ابلعي، ما تجرعينه ابلعي، بس هو اساسا طيب بيه هيجي لدعة من الحلا، شوية بيه حلا، يعني هو مو مزعج. اكو هواي ناس يضوجون وها هسه تطوف معدتنا وهاي، ابد ما يأذي المعدة، خاصة اذا انت تاخذينه نوعية اصلية، نوعية بس تلزميها بايدك ذابت وصارت مثل المي اذا بالشتاء جامد. المهم، فيا بنات يا حبايب قلبي، طاقاتكم تجي منكم، يعني أنا اليوم طاقتي اجت مني،
من تصرف اني مثلا سويته، او اني جبت الطاقه السلبيه لنفسي من قاعده تقول لي انا ضايجه، فانا ضايجه، انا روحي مخنوقه. يسالني يقول لي شو بيك، اقول له وخروا عني انا ضايجه. هي هاي كلمه انا ضايجه اساسا تعطي اعاز الدماغ، تخليش ضايجه صحيح، والله جربوها. بينما اذا انت تعطين لنفسك طاقه وتقولي، ورغم اعرفها واسويها، يعني شوفوا اعرفها واسويها خوش. بس على العموم اذا احنا نحب نغير طاقتنا بالاستغفار والصلاة على النبي والتسبيح، واذا شفتي نفسك مرتاحاتي صلي واقرأ قرآن، مجرد هي ساعة راح تلتهين بيها ويا نفسك، راح تشوفين الفرق جذري. انا شفت الفرق بصراحة لما اول مرة سويت هذا الشيء، فصرت اعتمده دائما، وان شاء الله ما تشوفون غير الصحة والعافية. ونقول يا رب يعافيكم ان شاء الله ويشافيكم وينطيكم ويرضيكم لحد ما تقتنعون انه انتم خلاص رضيتوا. دائما ارضوا بالمقسوم، ودائما قولوا الحمد لله والشكر. اللهم نحمدك ونشكرك على كل شيء انت انطيتنا اياه وكل شيء تعطينا اياه. كل شيء زين مو زين احمدي الله، لانه رب العالمين يمتحننا امتحان. هذا الامتحان اذا ما طلعنا بيه واحنا حامدينه وشاكرينه ما راح يتغير ابد، راح يبقى ويسوء اكثر. تمام. هسه انا ايش سويت؟ انا نسيت الميز، هو ما بيشي دلوله منظفته، بس يعني تعرفون انتو خاف باقي عليه حاب او شيء. اني هنا أنا حطيت له بخاخ، وطبعا بالمناسبه داليا هذا البخاخ هم ضايفت له عطر، يعني رغم العطر اللي بيه فكلش مزعج، ريحته دوختني كلش. بس نظفت بيه الميز، وهاي عادي يعني مهتميت، هو الميز صغيروني زين، وبقت العطر مالته. بس المبخرة هاي هسه من افتح باب الاستقبال، انا امنتج لكم بالاستقبال والله العظيم ما شغلت المبخرة بس 5 دقائق، والبخور طابع بيها، يعني ريحته بالاستقبال تجنن. كلش احب المكان اللي بيه ريحة بخور، المكان اللي بيه ريحة نظافة، المكان اللي بيه ريحة طاقة. هو ينطينا الطاقة هاي. فشوفوا هنا أنا هاي المبخرة راح اخليها 5 دقائق وبعدين اجي اسدها. رقاوي بلوستي للمطبخ، الله عليك. ها شنو رايك؟ شلون سويتك المطبخ اني؟ يجنن مو؟ طبعا خطار قلت لكم عندنا فعادي يعني. ها على اساس يعني شنو؟ يعني على اساس شنو يعني على اساس؟ والله هاي ما ادري ايش بيها هاي البنيه. انا جبت هذني، يعني يمكن عندي السكر نازل، فداليا قالت لي ماما اكلي هاي حتى يصعد عندك هرمون السعاده، وهاي اكليها همينه. انا بدي اسوي قهوه. شنو هو؟ اقول لك شو بعد ما تسوي لنا زنجبيل؟ اسمه جينجر شوت. داليا شو بعد ما تسوي لنا هذا زنجبيل وبرتقال؟ ها؟ على اساس على اساس على اساس على اساس ما تصدق الله يقول وراك. على اساس شنو رايكم بالصدمه اللي انصدمتها داليا؟ ها؟ لا تعال نزلته. الهودي مالتي ايش تخنه ولون، وبيجامتي لون، واضح انه انا ما قعدت مترجع. مال واحد. اقول لكم هاي شو الجقاير، اول ما اشوف جقاير بابيها هذا حرق. ها باعي من هنا يحطها بالجهاز وهيك يطقها بسنونه. ليش؟ ما ادري تايز. وين ما جهاز ما بها ريحه معفنه. ريحتها زفره. ريحتها شنو وين؟ زفر. شايفه من يدخلون فحم اي وتشيليها وتنظفين المكان وكذا، تبقى هاي الريحه بقايا. بالمكان، ريحه النرجيله الفحم اللي بالمكان ايه هيجي. هاي ريحه شويه معفنه بس مو مكروهه. هاي ولو تشوفين لا يشرب هاي، بس هم الولد يشربون من ذيك الجقاير، بس انا شنو ما جاي احكي. ففتت على الاستقبال غيرت لهم مود. طبعا داليا وقعت موبايلها، صارت عندنا صدق لحظة ادراك انه موبايلها انكسر، بس هو لا ما انكسر، ما صار شيء، بس انه طق صار نجرب راسه. المهم تعالوا خلينا نسوي قهوة، غير مودنا همينة، وشوية شوية نسوي شيء احنا نحبه. دائما سوي شيء اللي انت تحبينه راح تحسين كل شيء بالدنيا حلو.
تمام. ولو انا الحمد لله ويا بناتي وندردش وسوالف وهاي ماكو شيء الحمد لله يعني. بس مرات الواحد يصير عنده فره بالجمجمه، هاي الفره من تصير عندك راسا نقلبها على غير قناه افضل، لانه من تظلي على نفس القناه راح تظلي مكتئبه. غني لها عبد الحليم ما جاي يفيد بيها، ولا كانه ما جاي يغني لها عبد الحليم، جاي يغني لها راح وهي تقول وذا لو بخير ما راح. اهم شيء هذا الباب لا تفتحينه، والله راح ياكلنا الباب، وصاير وجهي كله واقف عبالك بجدري. فنجاني القهوه مالتي. وهذا اللحم هذا هم كسرته الثاني عود. انت حبابه عاشتي بك والله. انا جبت اشياء عيد الام. ايه كسرتيه وخربتيه والعين السحريه. كنا بكربلاء جبت قهوه وقوط صغير. تريدين قهوه؟ يا ريت بس نجيب شنو من ذيك ياهو هاي الضحك. بالضحوا بروحي. هسه تريدين قهوه مثلي لو لا؟ انا اسوي نفسي قهوه مقلده. احسن خفة وراحه. لا تسوي لي اذا ما خربت. توها تقولي لا تسوي لي قهوتك مو طيبه. اي مو طيبه. انطيني ستيكر ماعون. هسه سوي لو لا؟ اي. هاي اللي بيعك الجدل، هاي يصير عندك جاهل انه قامت تتحرش بالموبايل. انا جاهيه؟ اي اي عاطيك ثاني وقت تشربون قهوه. انتوا القهوه شنو؟ متاكده اني جاهيه؟ والله انت جاهل قولي والله. والله. زعاطيت ثاني وقت الله عليكم. زعاطيت لو مو زعاطيت يلا. ليش ترى انا صرت سادس يعني؟ واذا صرت سادس خلاص انت تصيري كبيره بالسادس. انا كبير. قلت لها كبيره ولا؟ توني قلت لك لا صرت سادس بالليل يعني زين عرفت انت كبيره؟ يا خما كنت انا اقول لها توقفي لي عليها. انت يا كبيره ليش حاطه الخواشيق النظيفه ويا الوسخات؟ لان انا كبيره. انت قلتي كبيره لا تختلفين وتغيرين الموضوع. الكبير ما يحط الخواشيق النظيفه ولا الوسخه. عفوا يعيد علينا الغسل مرتين. عفوا انظفهن بالزايد اعطمهن. ايه دشيلي هسه لا تغيرين الموضوع قلتي لو لا؟ قلت. ايه هاي. انا كذابه. لا مو كذا. احسن شيء بالدنيا انه انتم من تقولون شيء يصيرون كذابين، ودير بالكم تقولون شغله وتقولون احنا مو كذابين. هسه رامي تقول له قول هي انا كذابه بعد شكو انا كذابه. يلا شو تسوي لي هسه؟ اثبت ان انا مش انا، اثبت انه انا قلت. داليا. ها؟ داليا؟ لا تبي هنا وجهها. داليا انت ضدي لا وياي. انا كذابه مو؟ ما حد يسمعك. لا انا ما قلت. ما سمعت. زهقتني. اسكت زهقتني. ودي بعد الحين. داليا ومدهي وطاق الحين. بس ان انا مش انا. النسوان ما حد ياخذ ايامك لو اضيق كان ما سووا محاميات. محاميات مو شهود. هسه اي روح لو 100 محاميه اذا مو 2 نسوان واثنين زي ومسلمه الله ياخذ بكلام. البطل زي ما كان موجود بعدين مشكلتك هاي هذا ما له دخل مو كذب. لا لا تكذب. سمعتي؟ تقولي لا مو نسوان اثنين الشهاده لازم زلم 2 واذا مو زلم 2 4 نسوان. اي هسه انت بس 2 يعني مثلا وياك من رجل الكرسي اجيب وياي. لو اجيب حاشوه وياي. كذابين. عندي 42 شهر. من هم؟ الصديقات. وين؟ مشبي. خلص القهوة ونرجع لكم. وعلى آخره لقيت الميزان. يا عادي خذيه حد لازم. هذا ما عادي أي واحد تجينا خذيه. راح تطشين الوجه والوجه منها كلها. يا هو اذا حطيتي اكثر. ما حطيت نفس الشيء قبل اوزن بالميزان خايبه روحي. اي مال شو يسمونه هذا العسكري.
مو هاي يقولون جلد النمر. وقالوا الأم خطير الآن جاي يقولون طلع عسكري، شو يقولون هم والله والله جاي تزعجون بهاي المنطقة العسكري.